مرحبا بكم في شيبة يمني فود. أنا اسمي كاثرين أبو هدال، واليوم أصلح الكبدة على الطريقة اليمنية، وهي أكل مشهور خاصة في الصباح. المكونات الذي تحتاج: 1 كبدة غنمي والقلب معه، فلفل أخضر، 1 بصل، هذا 1 فلفل، هذا 1 بصل، 1 طماطم مقطع، حوالي 2 أو 3 حبة من الفلفل الحار الأخضر، كمان نص كوب طماطم، صلصة طماطم، حوالي ملعقة من الحواج أو البهارات الذي تريد، ملعقتين زيت، 3 فصوص ثوم مفروم، وملح حسب الذوق حوالي ربع ملعقة. تبدأ تقلي البصل بين الزيت فوق نار متوسط عالي حتى البصل تبدأ تحمر، ثم تضيف الفلفل الحار والثوم وتطبخه حوالي نص دقيقة أو دقيقة، ثم تضيف الكبدة وتقليها بين الزيت حتى تحمر من كل جنب، وبعدين نضيف الصلصة والطماطم والحوايج والملح ونطبخه مع بعض حتى تكون جاهز الكبدة حوالي ربع ساعة أو 20 دقيقة. وفي الأخير أضيف الفلفل الأخضر وأطبخه حوالي 6 دقيقتين وثم تكون جاهز. شكرا لمشاهدتكم في هذا الفيديو. إذا تتمنى أكثر فيديوهات ممكن تزور القناة شيبة يمني فود، وكذلك تزورني في الفيسبوك أو الإنستغرام والرابط تحت الفيديو. شكرا.